ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه سهله قوي واقتصاديه قوي قوي. ميكس كده ما بين مهلبيه اللبن ومهلبيه البرتقال وبودنج الشوكولاته مع شويه تزيينات مختلفه. الكوبايه دي مثلا مهلبيه لبن على مهلبيه برتقال. الطبق ده مثلا لبن وبرتقال وبودنج ومزيناه بالشوكولاتة الفارماسيل. ده مدخله فيه بقى بسكوت كده طحناه ومدخلاه ومزينه بالمكسرات. يعني ايه ميكس كده وطرق تقديم مختلفة، وانتي بقى ممكن تغيري وتبدلي زي ما تحبي برضو. عصير برتقان عصرت كيلو الاول وبعدين صفيته بالمصفى كويس كده، وبعدين عايرته علشان اعرف طبعا كميته قد ايه. طلع 3 كوبايات. حطيت بقى 3 كوبايات في الحلة، وضفت لهم 3 معالق سكر و3 معالق نشا، وقلبتهم بقى بسرعة كده ولسه العصير بارد يعني. وبعدين النار متوسطة وتستمري في التقليب بالمضرب في ايدك كده لحد ما المهلبية بتاعة البرتقال تاخد القوام الكريمي كده الحلو. تنزليها. المهلبية دي تحفة، ما بتحتاجش فانيليا بقى لان ريحة البرتقال طبعا كفاية. ممكن تقدميها بقى في اطباق لوحدها بالشكل ده. بعد كده مهلبية اللبن بتاعتنا. انا هغرف مهلبية البرتقال الاول صحيح. هحط بقى طبقة كده في الاطباق دي حوالي سنتي كده بس، يعني تلت الطبق، لان طبعا هنحط فوقيه طبقات تانية. وهنسيبه لحد ما يبرد. والكوبايات بتاعتي حطيتها بقى في قالب صغير كده وحطيت تحتها فوطة علشان تبقى بالشكل المايل ده. وحطي المهلبية كده تبقى بميل بالشكل ده وسيبيها برضو تبرد. هنعمل بقى مهلبية البرتقال. كيلو اللبن حطيت له 4 معالق سكر ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا. المهلبية بالدقيق مع النشا بتبقى حلوة قوي قوي. وعشان بقى يبقى فيه كده ايه تجانس بينها وبين البرتقال حطيت لها معلقة بشر برتقال بالشكل ده. ابشريها بالمبشرة على الناحية الناعمة، فادت طعم حلو قوي للمهلبية بتاعة اللبن. قلبت بقى الأول كده واللبن لسه بارد، وبعدين ضفت معلقتين قشطة وش اللبن، وقلبت بقى كويس لحد ما المهلبية معاكي تاخد قوام ايه الكريمي الحلو كده اللي متعودين عليه. ضيفي لها بقى ممكن تضيفي فانيليا او ما تضيفيش لان احنا حطينا بشر برتقال، يعني براحتك تحطي او ما تحطيش براحتك. انا ضفت برضو باكو فانيليا برضو ايه يدعم الريحة كده. خلصنا بقى المهلبية بالطريقة دي. حطيت طبقة فوق مهلبية البرتقال، كانت خلاص بردت خالص وعملت وش كده. تحطي طبقة فوقيها، وخدت الكوبايات اللي كنا حاطين فيها برضو مهلبية البرتقال كملتها بمهلبية اللبن بالشكل ده. وبعدين بدأت بقى أغير يعني في طرق التقديم كده. جبت طبق تانية حطيت فيها مهلبية برتقال من تحت، وضفت لها بقى ايه بسكوت مطحون. يعني غيّرت بقى يعني أي فكرة تيجي بقى في بالِك اعمليها. وبعدين حطيت مهلبية برتقان كده وسويتها بالمعلقة. غرفت مهلبية اللبن في الطباق، وبعدين اتبقى شوية بقى حطيت عليهم معلقة كاكاو وقلبتهم على النار ثواني كده. بقى أحلى بودنج شوكولاتة. كده بازين بقى الكوبايات بتاعة المهلبية، وأدي الكاكاو أهو. هاحط بقى فوق الطبق اللي حطينا فيه مهلبية برتقان ومهلبية لبن. الطبقة التالتة حطيتها بودنج شوكولاتة، وحطيت برضو بودنج شوكولاتة في أطباق كده، وبعدين طبقة بسكوت، وبعدين طبقة مهلبية برتقان. يعني أي فكرة بقى تيجي في بالِك اعمليها. اعملي المهم الإيه الميكس بين ال3 حاجات مع بعض كده، مدّي شكل حلو أوي وطعمهم حلو أوي مع بعض. زيّنت بمكسرات، عملت شكل هلال حلو كده للكوبايات، هلال رمضان. زيّنت شوكولاتة فارماسيل كده. يعني غيّرت في أشكال التزيين، ودايمًا باقول لِك إن التزيين بتاعِك زيّني بأي حاجة موجودة عندِك، أو تسيبيها من غير تزيين عادي كده ما فيش مشكلة. أدي بقى شكل الكوبايات بتاعتنا في الآخر، وأدي شكل الأطباق، كلّها أحلى من بعض. لو تحبي تبدلي برضو مهلبية البرتقال بمهلبية قمر الدين برضو هتدينا طعم حلو قوي. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.